الاتحاد يوقف سلسلة انتصارات التعاون في مباراة اتضحت فيها أفكار كونسيساو وأدوار جديدة للاعبين، أسلوب مناسب جدا لمعظم عناصر الفريق وقادر يحمي مرمى الاتحاد من استقبال الفرص. وتمكن الاتحاد من صناعة أكثر من هجمة سانحة للتسجيل، وما استغل لاعبين الاتحاد الفرص خاصة شنقيطي وبنزيما كان لهم أكثر من كرة ممكن يسجلوا فيها وما تعاملوا معها بالشكل الجيد. كان ممكن المباراة هذه تضيع في آخر لحظات المباراة، استقبل هدف وألغي الفاول في نصف الملعب، لكن هذا الشيء كان ممكن يعكر صفو المباراة. كونسيساو قدم كل شيء، عرف يتعامل مع التعاون، عرف يقرأ التعاون هو الثالث في الدوري قادم من سلسلة انتصارات، لكن كونسيساو كان عارف كل خطورة الفريق وتعامل معها بشكل جيد. مستوى الاتحاد تمكن من الاستحواذ على الكرة بشكل إيجابي جدا وكان فعال على المرمى، لكن أرجع وأقول تشكيلة زي هذه تحتاج لاعب طرف أيمن على مستوى عالي جدا يخدم أفكار المدرب. طالما أعطيت الثقة للمدرب لازم توفر له العناصر اللي تساعده على النجاح. قدم اليوم كمان فابينهو مباراة مميزة ومعظم العناصر كانت في أداء رائع، وروجر كمان كان أكثر من رائع وقدم أداء مميز على الطرف الأيسر. لكن شنقيطي مع أنه سجل هدف الفوز لكن كان عليه بعض علامات الاستفهام، دائما يستخدم القوة في التسديد وما في أي تركيز واختيار زاوية، وحتى عنصر التمرير عند المرمى عنده قليل، دائما يلعب بشكل فردي، فتحتاج لاعب يخدم أفكارك بشكل أفضل. وفي النهاية 3 نقاط مهمة جدا ممكن ترجع الاتحاد للصراع على اللقب، لكن هذا شيء مبكر، لكن فوز مهم جدا أمام ثالث الترتيب.